السلام عليكم. بما ان دابا الموسم ديال الفريز، اجي ونشارك معكم طريقه الاحتفاظ بالفراوله في المجمد لمده طويله. اول حاجه من بعد ما خديت الفريز ديالي كما كتلاحظوا غادي نبداو نغسلوه. دابا غادي نغسلوه مزيان مزيان، حيت صراحه كيكون عامر بالتراب، وما غاديش نحيدو ليه الراس، يعني غادي نغسلوه كما هو في الاول كما جبنا غادي نغسلوه. دابا غادي نبدا نحيد ليه الراس، وراه ساهل ما فيه لا تماره ما والو، ساهل دغيا دغيا كيتحيد ليه الراس ودغيا دغيا كنساليه، ما فيه لا تماره لا والو. كما راكم عارفين دابا الموسم ديال الفريز تيكون زوين وطري. من بعد ما ساليته كامل دابا غادي نضيفوا ليه الخل. بالنسبه للخل كيحيد ليه الجراثيم والميكروبات وداكشي كامل، وكنخليه مده ربع ساعه. من بعد كنغسلوه، يعني ضروري يتغسل ثاني مره من داك الخل، يتغسل مزيان مزيان من الخل. من بعد ما غسلته مزيان من الخل حطيته في الشبكه وخليته يستقطر شويه، ما خصناش نخليوه بزاف. من بعد غادي ناخدو واحد المنديل اللي هو ناشف ونظيف، وغادي نشفو به هذا الفريز كامل بهذه الطريقه، يعني ما خصش يبقى فيه الماء. من بعد ما نشفتو كامل دابا غناخدو البلاستيكات بحال هكذا، وغادي نوضعو فيهم كميه مهمه على حسب عدد الافراد يعني اللي كاينين في الدار. يعني تقدروا تستعملوا كميه كثيره ولا كميه يعني قليله، المهم عندكم ميزانكم، يعني على حسب شحال نتوما في الدار. انا راه صايبت واحد الكميه من قبل، غير بغيت نصايب معكم هذه باش يكون الفيديو واضح وباش ما يكونش الفيديو طويل. كما قلت لكم من قبل، يعني خاصكم ديروا الكميه اللي غتستعملوا في الدار وعلى حسب الافراد الاسره اللي كاينين في الدار، حيتاش ما خصش ناخذوا واحد الميكان ناخذوا منها من بعد نرجعوها تاني الفريغو بحال هكذا تيفسد لينا الفريز ديالنا. يعني خاصكم ديروا الكميه اللي غتحتاجوا في النهار فقط. من بعد ما ساليته كامل دابا غادي نبداو نضيفوا ليه معلقه ديال السكر، معلقه كبيره ديال سنيده. بالنسبه للسكر هو اللي كيحافظ عليه، يعني بحال المواد المحافظه هو اللي كيخليه يبقى طري، واخا يكون في المجمد تيبقى طري وما كيوقع عليه والو. دابا غادي نعقد الميكات ديالنا كاملين، غادي نعقدوهم مزيان مزيان باش ما يدخلش ليهم البرد ديال الفريغو. نسيت البنات ما قلتش لكم بالنسبه للميكات خصهم يكونوا نظيفين بزاف بزاف، يعني ما مستعملينش، يكونوا جداد ما يكون فيهم لا ماء لا والو. من بعد ما عقدتهم كاملين خاصنا نحركوا فيهم السكر بحال هكا باش الفريز يتلبس ليه داك السكر كامل. ايوا صافي، وكنبداو نزيروهم وكنحطوهم في الفريغو. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم وشكرا لكم على المشاهده.